الحق دقينا الزايد، بالقانون نعلي الدولة، بالزود نعلي الراية، والمايل كل احنا نعدله، الحق دقينا الزايد، اي عراق وراسك ما دنا، احنا اهل الحق نحجم على الحيطة قطق، وبكل زود نعلي الراية، وبكل زود نعلي الراية، احنا اهل الحق، بكل زود نعلي الراية، احنا اهل الحق. بكل زود نعلي الراية. عود وهيبة واهل الطيبة القعر نجيبه بدروب الصعبة ومشاية، بكل زود نعلي الراية، يا عراق ابشر وانت التامر خيال وحر للموت رجالك وفاية، فوق الحق دقينا الزايد، عود وهيبة واهل الطيبة القعر نجيبه بدروب الصعبة ومشاية، بكل زود نعلي الراية، يا عراق ابشر وانت التامر خيال وحر للموت رجالك وفاية، فوق الحق دقينا الزايد، من هابوا خيالة وغيرة بكل زود نعلي الراية، نضحر قابلها الديرة، الحق دقينا الزايد، رايات اللبعس تتعلق، احنا اهل الحق نحجم على الحيطة قطق، وبكل زود نعلي الراية، كل زود نعلى الراية، احنا اهل الحق، بكل زود نعلي الراية، احنا اهل الحق. بكل زود نعلي الراية. احنا اهل الغيرة الاصلية ولد الملحة والغربية، احنا اهل الغيرة الاصلية ولد الملحة والغربية، دلتنا بالعز مبلية ومبلية بعز دلتنا، مبلية بعز دلتنا، خاف انت ما سامع بينا احنا المحد يندق بينا، خاف انت ما سامع بينا احنا المحد يندق بينا، تعرفنا وتعرف ماضينا، ماضينا بيض موش اسود، ماضينا بيض موش اسود، ماضينا بيض موش اسود، ماضينا بيض موش اسود. يسهرون طول الليل حرصوا بالوطن وترابه، حتى الوطن يرتاح ويسد بأمان أبواب، يسهرون طول الليل حرصوا بالوطن وترابه، حتى الوطن يرتاح ويسد بأمان أبواب، ورجال خوش رجال شدوا حزم الابطال، الرهابه والصابات عبروا على الكلفات،
يعرف قيمة رجاله، التاريخ يعرف قيمة رجاله، عايش ما يمر براق به رجال خياله، يمه ينحيل التاريخ يعرف قيمة رجاله، التاريخ يعرف قيمة رجاله، مشيتهم تهز القاع بيهم حقنا بد مضى، مشيتهم تهز القاع بيهم حقنا بد مضى، ما دارت الايام يبقى الوطن قدام، يبقى الوطن قدام، عدونا نعرف وحسابه، حرصوا بالوطن وترابه، حرصوا بالوطن وترابه، الوطن يرتاح ويسد بأمان ابوابه، حتى الوطن يرتاح ويسد بأمان ابوابه، ولو غيم الدنيا وجروح البينه، ولو غيم الدنيا وجروح البينه، شدوا حزب كل السلم يا ابويا انا ويا يابا، حرصوا بالوطن وترابه، حرصوا بالوطن وترابه. والله أنا ما محتاج أي شيء، محتاج بس أسمع صوت والدتي أطمئن عليها، لأن دعاء الوالدة مستجاب، وأسمع صوت بنتي اللي هي نرجس، وما يعني ما محتاج أي شيء. معنا هل الحق نحش معلقها طق بطق وبكل زود نعل الراية، معنا هل الحق نحش معلقها طق بطق وبكل زود نعل الراية. احنا اهل الحق نحكي نعلق طق بطق وبكل زود نعل الرايه، نحكي بحرقه واهل الملقى سيف وتبقى فوق الحق دقينا التايه، احنا اهل الحق نحكي نعلق طق بطق وبكل زود نعل والله هاي الحمراء من الناس هذا لو شنو هاي اسألهم إذا مسلحين، إذا مسلحين شوفوا مسلحين ولا؟ شوفوا مسلحين هذا اللي يمشي بالشارع كان مسلح، هذا اللي يمشي الركب الحمر من هاي الجهة هاي الجهة كان مسلح، هذا راح الهدف لا يعوق، هذا الهدف لا يعوق. قل له ابقى عليه هذا 44 99 44 99 هذا منطقة الملعب هاي شنو؟ شوف هذا مسلح، شوف هذا مسلح، شوف يتم مسلح، هذا اثنين مسلحين، هاي اثنين مسلحين، هذا شوف هاي المدرسة التركية، المدرسة التركية، هذا يعرج هذا يعرج مصاب هذا راقب هذول يريدهم هذا الهدف هذا اسماعيل اجل هذا مصاب طلعوا والله الهزمه راوع الهزمه راح يطلع وراه سمعوا صوت الطائره خلي اجى هذا بالدراجه خلي صاحبك وياه السلام عليكم ليعوا اسماعيل اجل السلام ورحمه الله ابو الماطور صحت هذا شوف هذا المصاب المصور هذا يشيل هذا اسماعيل من على هذا المصاب المسلح هسه صاروا 4 باور 5 ابو الرشاد ابو الطائره وينه؟ خليه يروح جد بالمدرسه والمكان اللي قلت لي عليه سيد المحافظ والمسلح قدامك طيب موجود عند سيد المحافظ الا تقولون هذا ابو الماطور هذا ابو الماطور هو الشيء البنايه هاي المدرسه التركيه هذا واحد يعرف شوفوا هذا مسلحين وملثمين وديرمون لا ذولي راح يروحون الهدف تابعهم نورس ابو نورس خليه يتابعهم والصقر بالله يضرب وجه لي طائره سديه ينزل عليهم يثبتهم مش هاي لا
وترابه حتى الوطن يرتاح ويسد بأمان أبوابه ورجال خوش رجال شدوا حزم الأبطال الرهابة والصابات عبروا على التلفات واحدهم أسد غاب حرسوا بالوطن وترابه حتى الوطن يرتاح ويسد بأمان أبوابه ولغينا الدنيا وجروح البينة لغينا الدنيا وجروح البينة شدوا عزم كل السلم يا ابويا انا ويايا حرسوا بالوطن وترابه عايل ما يمر بعراق بيه رجال خياله يمه وينحين التاريخ يعرف قيمة رجال عايل ما يمر بعراق بيه رجال خياله يمه وينحين التاريخ يعرف قيمة رجاله مشيتهم تهز القاع بيهم حقنا بد ما ضاع ما دارت الايام يبقى الوطن قدام عدونا نعرف حسابه حرسوا بالوطن وترابه حتى الوطن يرتاح ويسد بأمان أبوابه ولغينا الدنيا وجروح البينة لغينا الدنيا وجروح البينة شدوا حزب كل السلم يا ابويا انا ويايا حرسوا بالوطن وترابه احنا اهل الغيرة الاصلية ولد الملحة والغربية احنا اهل الغيرة الاصلية ولد الملحة والغربية دلسنا بالعزمة بلية. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كل عملياتنا في غرفة العمليات لمراقبة حركة قطاعاتنا البرية اللي تقوم بعمليات تطهير في منطقة الملعب. هذا العمل انسجاما ويا مراحل وتطور الخطة. الطائرات هاي الطائرة اللي تصور لنا المنطقة وتراقب لنا المنطقة عن كثب وتتابع لنا حركة المسلحين الإرهابيين من مكان إلى آخر، تدقق الإرهاب كيف يدخل كيف يتخرج ضمن هذه المناطق ونختار السلاح لمعالجته. عندنا عدة اختيارات للعلاج، مرات نختار العلاج بالطائرات السمتية ومرات نختار العلاج بطائرة الكنجير. فهذا العمل مالنا هو خدمة لعمل القطاعات البرية، ودائما هذه الصورة وهذه الشاشة تعرض لكم تحوطاتنا في تفتيش هذه المنطقة وخلوها من المواطنين. يلا ندخل لمعالجة الأهداف مثل هكذا أهداف في هذه فدائما احنا حذرين في كل عمليات اللي تجري ضمن هذه المناطق، لكن نلاقي صعوبات كبيرة في عمليات فرز الإرهابيين. عملنا في منطقة الملعب كان عمل مؤجل إلى فترات طويلة أكثر من شهر، هو حفاظا على خروج كافة المواطنين من سكناهم والمنطقة فارغة. واليوم الصورة تحكي لخلو هذه المنطقة من المواطنين ومن العوائل، والعمليات الجارية بها هي عمليات عسكرية فقط. أحسن. شكرا.
العمليات المستمرة اللي تقودها القوات البرية مع جهاز مكافحة الإرهاب والقوات المدرعة لتطهير منطقة الملعب، بحقيقة الأمر تنتقل أهداف، وهناك تكنولوجيا عالية وتكنولوجيا متقدمة لسلاح القوة الجوية وطيران الجيش والمدفعية بانتخاب الأهداف والتأكد من هذه الأهداف بأكثر من مرة، ونمضي ساعات في مقر العمليات، ساعات طويلة جدا من أجل اقتناص الأهداف بدقة متناهية. لذلك الخسائر التي تكبدتها هذه التنظيمات الإرهابية هي بكل تأكيد خسائر كبيرة وجسيمة جدا، ومباغتة ومفاجئة لهذه التنظيمات أنه لن تتعرض لخسائر بهذا الحجم منذ سنوات عديدة. الجوية وطيران الجيش والسلاح المدفعية، ويتم انتخاب الأهداف بدقة بحيث تكون المنطقة خالية من المدنيين وبعيدا عن المدنيين، ويتم مراجعة الأهداف عدة مرات قبل أن يتم رميها وانتخابها من قبل القوة الجوية وطيران الجيش. الفريق الركن صلاح الدين مصطفى كمال، نائب قائد القوات